حميد عامل ايه الاخبار؟ قول لي. عارف عايز ايه. طيب بص يا سيدي، هقول لك على حاجه. هو يعني بصراحه انا عارف يعني انا عارف ان في اختراعا كده ممكن حركه كده نعملها، نحول الكراك للايسنس، بس لازم يكون معاك لايسنس. طب حميد عايز اقول لك على حاجه، ما كفايه بقى الحركات دي بقى، يعني الناس بقى كبرنا احنا بنعمل مشاريع كبيره طيب خلاص يا احمد، خلاص يا بابا، خلاص يا هو يا خلاص بقى، خلاص ماشي خلاص اوكي ماشي خلاص، عرفت شكرا ماشي يلا. هقول لك اسجل لك فيديو كده وابعته لك. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا سمعتوا المكالمه اللطيفه الجميله دي، كنا بنتكلم على الكراك واللايسنس. الجمله دي بنسمعها كتير وبنتمنى ليها حلول كتير جدا جدا جدا. احنا عندنا الحل ان احنا نحول لك، لو انت عندك مشاريع بروجكت كراك تحولها لايسنس اوكي. بس قبل ما نتكلم في القصه دي مش معناه ان احنا بنشجع الكراك، احنا مش بنشجع الكراك خالص. احنا عايزين كل الناس يبقى معاها لايسنس. المفروض ان اي حد بيشتغل في مشاريع الكي ان اكس يكون معاه لايسنس. بلاش شغل حوار الكراكات دي بقى، الجو مش لطيف ده يعني. خلينا بقى نشتغل بلايسنس كده والدنيا تبقى زي الفل. الناس عملوا لكم كلاود وخلوا اللايسنس كلاود، فخلينا نشتغل باللايسنس وكل الكلام ده بس احنا بنقوله علشان الناس اللي كان عندها مشاريع قديمه او كان عندهم ناس شغالين بكراك وعايزين يحولوا الكراك بتاعهم للايسنس علشان يبدأ يعرفوا يشتغلوا تاني على اللايسنس بتاعتهم، وهم ناس كويسه اشتروا اللايسنس والدنيا زي الفل. فانت لو واقع في مشكله زي دي هنقول لك الحل، بس قبل ما اقول لك الحل ما ننساش نعمل سبسكرايب، ندوس على زر الجرس، نفعل الجرس، ندوس على سن الجرس. ايه قال ازاي؟ مش عارف، بس انتوا عارفين سبسكرايب نوتيفيكيشن وكل الكلام ده. ما عجبنيش الاداء الفيديو اللي فات، انا عايزين يبقى الاداء احسن في الفيديو ده. حلو الكلام. وفي بقى تحت بقى في شويه الديتيلز دي، يعني كتر خيركم، هتلاقي فيه بقى شويه ايه البيج بتاعتنا والكلام ده كله والبتاع ده. نخش بقى على البيج بقى، اللينكد ان بقى، ونعمل فولو والكلام ده كله عشان عايزين نوصل بقى الكلام المعلومات ده. في حاجه تانية كتر خيركم جدا لو عملتوها، يعني احنا بنديكم معلومات فور فري والله، يعني ساعدونا ونساعدكم والدنيا تبقى زي الفل، يعني احنا مهندسين زي بعضينا. ففي حاجه بقى تانية كده لو عملتوها يبقى كتر خيركم جدا. شير بقى للفيديو ده، شير كده على اللينكد ان بتاعتك، على البروفايل بتاعك، حاجات حلوه كده بقى. خلونا بقى نبدا الحلقه، شوف بقى احنا بنتكلم في ايه، بس يعني ما تنسوناش ماشي. يلا بينا. عزيزي الكينكساوي ومهندس الكينكس اسوسيشن، كل الفكره منها ان هي عملت برنامج واحد عشان نقدر نشتغل عليه المشاريع بتاعتك. فانت لما تيجي تشتغل بكراك يبقى انت كده دمرت كل حاجه في حياتك. الناس دي شغاله واكل عيشها ورزقها من البرنامج ده، فلا انصح ان انا اشتغل بكراك. وفي حاجه تانية، انا الفيديو ده هينتشر ان شاء الله، الدنيا كلها عارفه القصه دي، لان انتوا هتعملوا شير وهتعملوا سبسكرايب وهتعملوا الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله، فالناس هتعرف القصه دي كلها. فبعد اذنكم لما نعرف القصه دي كلها ولما نشير بقى الفيديو ده وكل الناس تعرف ازاي تحول الكراك بتاعها اللايسنس، تمام، عايزين نبدا نشتري اللايسنس بتاعتنا. الناس مقدمين لكم حاجتين، اول حاجه الكلاود، تاني حاجه لو انت عايز تشتري الدونجل اشتري الدونجل وحط عليه اللايسنس بتاعتك، مفيش اي مشكله. حلو الكلام. بس عايز تشتري الكلاود بس علشان ما تتكبدش سعر الشيبنج والقصه دي كلها، اشتري الكلاود، خده اعمل كل اللي انت عايزه. ممكن تشتري اللايت حوالي 20 ديفايس، ممكن تشتري ATS هوم دي حوالي 64 ديفايس، ودي حلوه جدا ومناسبه للفيلل والمشاريع الصغيره. البروفيشنال حوالي unlimited ديفايسز علشان تقدر تشتغل على اجهزه كبير، ودي غالبا للمشاريع كبيره جدا. فيعني انت عندك كل الفرايتي بتاعت اللايسنس بتاعتك على قد المشاريع بتاعتك هتقدر تعملها. وفي حاجه تاني انا حابب اقولها، احنا المشاريع بتاعتنا مش صغيره، على قد المشروع اللي انت بتعمله اشتري اللايسنس بتاعتك اللي انت بتشتغل بيه. اللايسنس طبعا احنا لما بنسمع على اللايسنس بتقول اللايسنس سعرها غالي وسعرها كبير جدا وسعرها مش عارف ايه وبتاع. طب ما انت هتروح تشتري لايسنس ليه unlimited ديفايسز، وانت اصلا المشاريع بتاعتك عباره عن شقق او فيلل ما بيتخطاش عدد الاجهزه بتاعها 20 جهاز. فانت اشتري اللايت وانت عندك امكانيه ان انت تخلي اللايت ده تعمل له ابجريد للاعلى وبخصم ارخص بكتير جدا من ان انت تشتري البروفيشنال مره واحده. فانت لو اتحولت من المشاريع الصغيره اللي انت بتشتغل بيها لمشاريع كبيره، ابدا بقى بعد كده دور على الاندم. كل الفكره ان ATS 6 نزل جديد، ATS 6 هو اللي هيشتغل بعد كده، مش هيبقى فيه ATS 5. ATS 6 لحد دلوقتي ملوش كراك، الحمد لله محدش عارف يعمل له كراك. انا مش برجح فكره الكراك مش صح، احنا لازم نشتري اللايسنس ونشتغل كويس. دلوقتي المشاكل اللي احنا بنتعرض عليها ان في مشاريع بتبقى كراك ما بتشتغلش على النسخ الاوريجينال، فانت بتضطر، لو انا مهندس جاي من شركه معايا النسخه الاوريجينال بتاعتي معيش الكراك، وانا مش عارف كمان انت اشتغلت على انهي كراك، لان في معظم او بعض الكراكات ما بتشتغلش على بعضها. دي برضو معلومه جديده، في بعض الكراكات ما بتشتغلش على بعضها، فانا مش عارف انت اشتغلت باني كراك، تمام. فاحنا لو انا معايا اللايسنس الاوريجينال بتاعتي وجيت اشتغل على المشروع بتاعك، حتى لو انا معايا البروجكت مش هعرف اخلصه، فاحنا لازم نشتغل باللايسنس. والحمد لله دلوقتي الاستشاريين والناس الكبيره
المشاريع الكبيره بتاعتنا، بياخدوا المشروع منك وبيروحوا يقدمينه زي المكالمه اللي انتوا سمعتوها في الاول كده، بيروحوا مقدمينها لاي شركه تانية معاها او متخصصه في الكي ان اكس معاها اللايسنس دي. لو لقيت ان الجهاز بتاعك او انت عاملها بكراك بيلغوا لك المشروع كله خلاص، ما بتاخدش فلوسك تقريبا. فنبدا نشتري اللايسنس، نبدا نشتغل في القصه دي. وعايز اقول لكم ان دلوقتي كمان الناس اللي هتاخد كورسات كي ان اكس بيزك، كورسات الكي ان اكس بيزك بيتقدم فيها الاي تي اس لايت فور فري، يعني انت بتاخد نسخه اللايت فور فري. فانت بيبقى معاك اول ما بتاخد كورس الكي ان اكس بيزك دلوقتي، بدل ما بتدفع 200 يورو علشان تشتري الكي ان اكس لايت، تمام، دلوقتي لو انت اخدت كورس البيزك تاخد الكي ان اكس لايت لايسنس فور فري. معلومه ثانيه في، يعني دي معلومه برضو حلوه جدا لكل الناس، لو انت عايز تاخد اللايسنس اللايت في حاجه اسمها كامبس. كامبس دي اللي هي ده تريننج موجود على my.knx.org، هتخش عليه هتاخد التريننج بتاعك هتخلصه 100%، هتاخد فور فري كي ان اكس لايت هديه. فيبقى عندك 20 جهاز تقدر تشتغل عليهم، واعتقد ال 20 جهاز كفيلين بفيلا دورين او شقه انت شغال فيها. بدات مشاريعك تبقى كبيره، ده معناه ان انت هتقدر تشتري الانليمتد، تشتري الانليمتد بتاعتك، كل حاجه متوفره، كل حاجه سهله عشان تقدر تقدم مشروع كامل. اقدر انا او غيري من المهندسين اللي هيجوا يشتغلوا بعدك لو في اي حاجه لا قدر الله حصلت نقدر نشتغل عليها. لكن الكراك بيبهدل الدنيا خالص. و كي ان اكس اسوسيشن السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها على ما اعتقد قفلت قصه الكراك، بان انت لو معاك اي تي اس كراك حاولت تحطه على الاوريجينال لايسنس مش هيشتغل نهائي. انا هقول لكم دلوقتي، تعالوا معانا نشوف الطريقه. هنرمي نفسنا دلوقتي وهننط على الاجهزه بتاعتنا عشان نبدا نشوف ونعرف احنا هنحول الكراك بتاعنا للايسنس ازاي، تمام. بس هنا برضو الفكره لازم يكون معاك اي تي اس لايسنس اوريجينال عشان تقدر تحوله من كراك لايسنس. فدي سبوبه حلوه لاي حد معاه اللايسنس، يقدر يروح للناس اللي معاه كراك يقول لهم هحولها لكم لايسنس. انا بعمل لكم سبوبات ومقدم لكم الدنيا وكل حاجه تمام. نعمل بقى سبسكرايب، ندوس على زر الجرس، نعمل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده، نخش على اللينكد ان بيج بتاعتنا، على الواتساب بتاعنا، نبدا نعمل كل الكلام اللطيف ده ونبدا بقى ايه، ويلا بينا نشوف هنحول الاي تي اس الكراك لايسنس. شكرا، بلاش الغي شكرا دي، الغي شكرا دي خالص، تمام. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طيب كده فتحنا الاي تي اس بتاعنا ده، اي تي اس اوريجينال ما فيهوش اي مشكله. غالبا اي اي تي اس كراك بينزل 5.7.4، يعني ما اعتقدش ان في كراك نزل بعد كده. بس لو انت الاي تي اس بتاعك او الكراك بتاعك في الفيرجن ده مش فيرجن جديد خالص، ما اعتقدش ان في فيرجن جديد، فانت ممكن تعمل كل الستبس اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي. المهم طبعا احنا هندي اكزامبل دلوقتي ان انا عندي مشروع عايز اعمل له امبورت، وده بروجكت مثلا، ده اللي انا عايزه. باجي بضغط عليه كده بيقول لي ان الاي تي اس لايسنس مش شغال. طيب تعالوا نجرب على الكراك دي كده، النسخة الكراك. لما نيجي طبعا نعمل امبورت البروجكت بيخش معانا وما فيهوش اي مشكلة خالص. بس طبعا تقعد بقى تعمل كل التعديلات في البروجكت بتاعك وتقعد تظبط كل حاجة، بس في الاخر مش هتلاقي الجزء اللي انت عايز تعمله، اللي هو انا عايز احول اللايسنس بتاعتي من كراك للايسنس فعالة فعلا وشغالة. فاحنا هنعمل حاجة بسيطة جدا، كل اللي احنا هنعمله وانت على اللايسنس دي زي ما انت كده بكل بساطة، هو كل اللي انت هتحتاجه ان انت يكون معاك دونجل بلايسنس. طبعا ده اكيد، لان انت حد دلوقتي بتتغير من ان انت تشتغل بكراك عايز تشتغل بلايسنس. عندك بقى طبعا مش مشروع واحد زي اللي موجودة دلوقتي، عندك كمية مشاريع كبيرة قوي اشتغلت عليها على كراك وعايز تحولها للايسنس. الاستشاري طالب منك المشاريع دي تكون بلايسنس. كل الحاجات دي كلها فلوسك واقفة بسبب الجزئية دي، عندك مشاكل كبيرة قوي بسبب الجزئية دي، فهتضطر ان انت يكون معاك دونجل لايسنس علشان تقدر تعمل كل الكلام اللي هنقول عليه دلوقتي. اول حاجة هتعملها هتروح على هنا، هتروح عامل داونلود لاخر فيرجن، واخر فيرجن في الاي تي اس 5 هو 5.7.7، فهتعمل داونلود عادي، تمام. هنستنى الداونلود وهنرجع لكم تاني اقول لكم بعد كده هنعمل ايه. كده احنا الداونلود بتاعنا خلص. هتعمل بعد ما هتخلص الداونلود هتعمل ابديت عادي خالص، هيعمل معاك ابديت، هيقفل، هيعمل ابديت عادي، اوكي مفيش اي مشكلة. هتستنى الانستولينج بتاعه كل حاجة، بس افتكر انك ضروري يكون معاك الدونجل في ايدك،
بتاع ATS5. اوكي، لازم يكون معاك الدونجل في ايدك بتاع ATS5. بعد ما خلصت كل حاجه تروح فاتح ال ATS بتاعك عادي، طبعا هيفتح بالفيرجن الجديد. وما تعملش اي حاجه، استنى خالص. اوكي، وهنا بيقول لك ان في ابديت تاني is ready to install. لو في اي ابديت تاني حاول تلغي دي، فاهم يعني؟ حاول ما يبقاش فيه اي ابديت تاني، اعمل اخر ابديت موجود عندك. اوكي، هو تقريبا دي لاج او بج او حاجه كده، لان انا مش شايف اي حاجه بتحصل. هنفتح ال ATS تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي كده انا ما عنديش اي ابديت تاني، انا كده كل حاجه تمام. وطبعا انت البروجكت بتاعتك هتفضل زي ما هي، وافتكر ان انت تاخد اكسبورت للمشاريع بتاعتك قبل ما تعمل كل الكلام ده، لعل وعسى حصلت مشكله ولا اي حاجه ما تشيلنيش الذنب. تمام، يا رب ما تكونش بتمشي ورايا ستيب ورايا ستيب وانا بقول الفيديو ده لاول مره. اتمنى ما يكونش ده حصل، يعني ان انا لو انت ماشي ورايا ستيب ورا ستيب هيكون عملت الاكسبورت متاخر يعني. تمام، بعد كده هتروح جايب الدونجل بتاعك وتدخله. انتوا زي ما انتوا شايفين اللايسنس ديمو دلوقتي، انا هدخل الدونجل بتاعي. دلوقتي اللايسنس بتاعتي، هاجي افتح المشروع بتاعي. الف مبروك، المشروع اتفتح، مفيش اي حاجه. ادي البيلدينج، افتح يا عم، المشروع اتفتح مفيش اي مشكله. هتقفل المشروع بتاعك، هتعمل كليك يمين اكسبورت، هتسميه بروجكت KNX، بس هتكتب جنبه الف مبروك ده اللايسنس اكتيفيتد. طيب عشان نتاكد من الكلام ده، تعالوا نجرب ان احنا نعمل امبورت البروجكت اللي مفهوش لايسنس. قال لك مفيش لايسنس، طيب هنشيل ده وهنعمل له ديليت. اوكي، وهنجرب نعمل امبورت للي معمول له لايسنس، تلاقيه هيخش معاك مفيش اي مشكله. والف مبروك المشروع بتاعك بقى لايسنس. وكده انا عملت معاكم واجب كويس جدا 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 جدا. يا ريت تعملوا شير للفيديو وتخلوا الناس تعرف الجزئيه دي، مهمه جدا قوي لكل حد عايز يحول الكراك بتاعه للايسنس ويبدا يشتغل على نضيف. كده اعتقد ان احنا خلصنا كل حاجه، ودلوقتي انتوا عرفتوا ازاي تحولوا من الكراك للايسنس. ده مجهود جبار احنا عاملينه علشان حضرتك تعمل لنا سبسكرايب وتعمل نوتيفيكيشن، تعمل كل الكلام اللطيف ده. تمام، وتخش على البيج بتاعتنا في اللينكد ان، تعمل لها شير وتعمل شير تعمل لها شير وتعمل شير لليوتيوب فيديو ده، علشان غيرك يعرف وعلشان انت تعرف، عشان المعلومه توصل لكل الناس اللي حواليك وكل الناس تعرف المعلومه دي، نبدا ساعتها نحسن شغلنا الاوتوميشن والKNX. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه تانيه للي عامل لي سبسكرايب.